بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد. معانا النهاردة اليوم الخامس من عمر الكتاكيت في الدورة بتاعتنا الجديدة. النهاردة أول حاجة عملناها نضفنا الفرشة بتاعتهم، زودنا النشارة عشان كانت الفرشة بدأت ترطب. تاني حاجة احنا متفقين من امبارح ان هننزل الحرارة لحد 32، وصلناها اهو دلوقتي. اتفقنا ان كل نص ساعة هننزل نص درجة تدريجي من 35 لحد ما نوصلها 32. زي ما انتم شايفين كده درجة الحرارة 32 عندنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده. كلهم متحركين وبسم الله ما شاء الله في المكان. يبقى كده معانا أول حاجة النهاردة عملناها هنتكلم عليها في الفيديو. ظبطنا الفرشة عشان كانت مرطبة. الحرارة وصلت معانا النهاردة اليوم الخامس لحد 32. والنهاردة هنعمل ايه تاني في العلف، وتعالوا كده مع بعض نشوف هنحط ايه النهاردة في الخلطة بتاعتنا. زي ما اتفقنا امبارح عشان الإسهال، معلقتين رز مطحون، معلقتين نشا، الاتنين دولت معانا عشان خاطر علاج الإسهال اللي احنا ماشيين فيه. نقلب دول كده في بعض. النهاردة الخلطة اللي هنعملها هتقعد قدامهم طول اليوم، فعادي حط أي كمية عادي. حطينا نص كيلو، حطينا كيلو، عادي مش هتفرق معايا. كده كده هبقى هسيبها قدام اليوم، مش هشيلها 3 ساعات زي بتاعت امبارح. نقلب النشا والرز كده في بعض مع العلف. بعد كده نرجع نضيف عليهم كده معلقة كركم، ونضيف كده مع شوية خل 5%. ده خل 5%. نحط كده في مقدار معلقة صغيرة. نص معلقة قرنفل مطحون اهو، قرنفل مطحون نص معلقة برضه. ومعلقة كبيرة عسل أسمر. يبقى كده حطينا معانا معلقتين كبار رز مطحون، معلقتين نشا، معلقة كركم، نص معلقة خل، قرنفل نص معلقة قرنفل مطحون، عسل أسمر معلقة كبيرة. ونقلبهم كلهم في بعض. نقلبهم كويس خالص كده. وطبعا احنا شلنا الأطباق بتاعة التحضير عشان كانوا بيبهدلوها. أنا النهاردة برضو الخامس أهو. أول حاجة هنبتدي برضو معاهم بعد ما شلنا الأطباق هنحط لهم الأكالة، بس هنحطها على الأرض زي ما هي. الشغل كله هيبقى على الأكالة. خلاص هنشيل الأطباق بتاعة التحضير عشان كانوا بيبهدلوها نشارة وبراز ويرجعوا ياكلوا منها تاني، مبهدلين معانا الدنيا خالص عشان مندخلش بعد كده في أمراض. أهي الأكالة تمام كده عبارة. حط الكمية اللي عملتها كلها، بس الأحسن يعني ما كترش خاطر الجو والحرارة عالية. خليها كده إيه على قد أكلهم، تزيد حاجات بسيطة بس. هما كده كده مش هياكلوا الكمية دي كلها، بس عادي بقى تعمل. بعد ما نعبيهم كده نسمي الله وننزلهم. بسم الله. بس يبقى كده معانا النهاردة
أول حاجة عملناها في اليوم الخامس تغيير عن الجدول اللي كنا ماشيين عليه. العلاج اللي بنحطه في المية خلاص كده خلص. الأكالة شلنا الإضاءة بتاعت التحطين وحطينا الأكالة. الحرارة نزلت معانا لحد 32. الشفاط هنشغله ربع ساعة كل 3 ساعات. والفرشة نضفناها. إن شاء الله هنبيت النهاردة بالليل المية. هنبيت على مية بيضة بالليل، يعني ديت المفروض إن هي تتشال الساعة 11 بالليل. احنا دلوقتي بنصور الساعة 10، المفروض تتشال الساعة 11. هتتشال الساعة 11 تمام، وهحط مية بيضة عادي مفيهاش أي حاجة. إن شاء الله هنزلكوا الفيديو بتاع بكرة باللي هنحطه إيه اليوم السادس. كده اتكلمنا على الفرشة وعن الحرارة. معانا النهاردة حاجتين كمان. الشفاط هنشغله كل ربع ساعة، هنشغله ربع ساعة كل 3 ساعات. يعني كل 3 ساعات هشغله ربع ساعة بس، وبعد كده افصله 3 ساعات تاني واشغله. ده بالنسبة للشفاط. يبقى كده معانا النهاردة الشفاط والفرشة ومعانا الحرارة، التلات دول غيرناهم. والنهاردة العلاج اللي بنحطه في المية دي آخر جرعة اللي حطيناها دلوقتي، هنشيلها بالليل وهنحط مية بيضة. يبقى كده احنا خلصنا ايه 5 أيام في العلاج بتاعهم. وبعد كده هنريح اليوم السادس دوت، هنبيت على مية بيضة. يوم الخامس بالليل هنبيت على مية بيضة. هناخد مع بعض كده 5 دقايق نحكي على الخلطة وفوائد الخلطة اللي احنا حطيناها. دلوقتي احنا حاطين النشا والرز المطحون دول عشان علاج الإسهال اللي هو ظهر معايا في الكتاكيت. دي حاجة طبيعية وبتظهر معانا في أي وقت. فاحنا حاطين الأول النشا والرز المطحون عشان خاطر نعالج حوار الإسهال. وكده كده في العمر الأكبر من كده بنعمل له بقى مشاريب والكلام ده، النشا ما بتأثرش معاه. بس في العمر الصغير ده بنحط النشا والرز يومين ورا بعض، بتنهي معاه حوار الإسهال. والكركم والعسل كبروتين، نحطهم كبروتين. والخل حطينا منه معلقة، مقدار معلقة صغيرة، ده مكان مضاد سموم. ما ينفعش ادي مضاد سموم دلوقتي غير بعد 8 أيام. يعني مضاد سموم أول جرعة عليه بعد 8 أيام، ما ينفعش قبل كده. وفي فراخ بدأت إن جسمها يزرق من ورا بسبب السموم اللي في العلف، فبدي دوت كبديل لمضاد السموم دلوقتي عشان احنا طبعا لسه في الخامس قبل ما يجي ميعاد جرعة مضاد السموم. زي ما انتم شايفين كده الحركة بتاعتهم اهو. الكتاكيت كلها منتشرة بالتساوي اهي، مفيش حاجة مكومة على بعضيها ولا حاجة نايمة. اللي نايم كله واكل. بس زي ما انتم شايفين الفراخ هي بتاكل في الحاجة ازاي، بسم الله ما شاء الله يعني. بس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي. هنقول العلاج الجديد اللي هنحطه في المية ايه، والخلطة الجديدة بتاعت العلف. في دورة تحصين برضو لسه ماشية معانا، هنقول بكرة السادس والسابع هنحط ايه في المية وايه في العلف. تابعونا ان شاء الله في الفيديو الجاي.